ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعضينا كده؟ شيش طاووق، وهنعمل رز بسمتي، وهنعمل سلطه التوميه بطريقه سهله جدا. انا هنا جبت كوبايه زبادي، وهحط ملح، وهحط 7 بهارات، وهحط بابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وحبه خل صغيرين وحبه زيت. انا جايبه نص كيلو بانيه ومقطعاه مكعبات. اهم حاجه خلي المكعبات كده تكون سميكه شويه، ما تكونش ايه رفيعه، عشان ما تتحرقش منك. هنتبله كده بالتتبيله ديت، وهنسيبه ايه حوالي ساعه او ساعتين في التتبيله. هنا انا بحط كل البهارات بتاعتي، اي بهارات عندكم بتحبوها حطوها، ولو عايزينها برضو سبايسي حطوا نص معلقه شطه كده. انا غاسله البانيه ومصفياه، اهم حاجه ما يكونش فيه ميه. وحطينا هنا برضو ايه معلقتين كاتشب بيدوهم طعم حلو برضو. نقلب التتبيله دي كلها مع بعض، وهننزل بالبانيه. وهنا برضو حطيت معلقه مرقه دجاج فوريه برضو طعمها حلو. هنقلب كده لما الخليط كله يتجانس مع بعضه. وهنا برضو حطيت ايه عصره ليمون كده. الخلطه دي والله طعمها جميل جدا. ممكن بقى اللي عايز يعمل الشيش طاووق ده يسويه على الفحم او في فرن البوتاجاز. انا بقى سويته على البوتاجاز من فوق. وانا مقطعه المكعبات كده تخينه، وهنسيبها نقلبها في التتبيله كويس. وانا قعدتها في التتبيله دي ساعتين، وهنغطيها. هنجيب بقى عيدان الشيش طاووق كده. انا مقطعه بصل وفلفل رومي وطماطم. هنبتدي الاول بالبصل، وهنحط المكعبات كده، ونحط فلفل لما نخلصهم كلهم. وممكن التتبيله دي لو اتبقت برضو في الطبق ممكن تحتفظي بيها في الفريزر، تعملي بيها ممكن مره كمان. هنخلص الكميه كده كلها، وما شاء الله يعني بصوا ادتني ايه كميه كبيره والله، وطلعت طعمها تحفه. انا كمان بقيت الخلطه اللي اتبقت حطيتها عليها من فوق. هنجيب صينيه كده ونحط فيها معلقه سمنه على النار، وهنرصهم كده جنب بعض، ومش هنقلب خالص. اول حاجه خلي النار بتاعتك عاليه كده شويه، وبعد كده توطي النار عشان تستوي براحتها، ما تاخدش لون وهي مش مستويه من جوه. هنا بعد ما استووا كله طلعتهم على الفويل كده عشان يفضلوا سخنين. هنعمل بقى سلطه التوميه سهله جدا وطعمها تحفه ومن غير زبادي. هنا انا حطيت كوبايه ميه، وهحط معلقتين نشا كبار. ما تكتريش النشا، هما معلقتين. هنقلب كده على طول ونوطي النور عشان النشا تستوي معايا كويس. هنا انا النشا تقلت معايا، زودت نص كوبايه ميه تاني، بس ايدك تبقى فيها باستمرار، وقلبي على طول. هم 4 فصوص توم كبار، هنزل عليهم بالنشا كده، وهنزل عليهم بمعلقتين مايونيز ونص كوبايه حليب وملح، بس كده. التوميه ما بتحطلهاش توابل، هي الملح بس. وهضربهم كويس كده لما التوم ايه يتفرم معايا خالص. يعني اضربيها كويس عشان ما تلاقيش فيها توم صحيح. معلقتين مايونيز كده، وهنحط معلقه خل ومعلقه زيت. سهله جدا وما بتاخدش وقت. هنا بقى كنت نقع نص كيلو رز بسمتي، وهنا قلبته ببصلايه كده، وحطيت له ورق لورا وقرفه وحبهان وفصين قرنفل، ونزلت عليهم بالميه السخنه. يعني هما نص كيلو كان 3 كوبايات، 3 كوبايات ميه قد 3 كوبايات رز. وحطيت له روزماري كمان. وهنا اهو بعد ما استوت، واحب اسمع رايكم، وشكلها جميل جدا.
ويا رب تكون عجبتكم الوصفة. الف هنا يا حبايبي.